السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفيديو النهاردة عن أكبر علامة من علامات يوم القيامة واللي وقوعها بينذر بقرب يوم القيامة، ظهور المسيح الدجال أو فتنة المسيح الدجال. هنعرف مع بعض مين هو المسيح الدجال وإيه اللي هيعمله وإزاي هتبقى نهايته. فتنة المسيح الدجال من أكبر الفتن اللي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحذر منها كل الأنبياء اللي جم قبل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كل الرسل اللي جم قبل كده حذروا أتباعهم من فتنة المسيح الدجال، لأن هي أكبر فتنة هتقع على الأرض، وظهوره من علامات يوم القيامة الكبرى. وقالوا إن اسمه المسيح الدجال بسببين: السبب الأول لأن هو عنده عين ممسوحة، والسبب الثاني لتسميته بالمسيح لأنه هو يمسح الكرة الأرضية في 40 يوم. قال اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، وبقية الأيام اللي هيقعدها زي أيامنا بالظبط. وكلمة الدجال بتتقال على الناس الدجالين، يعني كذاب ومضلل وبينشر الفتن والأكاذيب، لأن الفتن اللي هيعملها مش هيمر على الأرض أعظم من الفتن دي. مواصفات المسيح الدجال: هو بشر زينا بالظبط، مش كائن جاي من الفضاء ولا مخلوقات غريبة. يتميز ان بشرته لونها ابيض بتميل للحمرة، كمان شعره تقيل جدا جدا ومجعد جدا جدا، كمان هو عريض المنكبين وعنده عين عورة، علشان كده اتلقب بالاعور. ليه ماشية غريبة بسبب ان رجلين الاتنين متباعدتين عن بعض. تخيلوا ان من شدة فتنته وان الناس ممكن تصدق ان هو ربنا معاذ الله، ان الرسول عليه الصلاة والسلام جه في الحديث وفي اخر الحديث قال: فاعلموا ان ربكم ليس باعور. تخيلوا من كتر الفتن اللي هيعملها الناس ممكن تصدق ان هو ربنا. كمان من ضمن مواصفاته ان مكتوب بين عينيه كلمة كافر، وكلمة كافر يقال انها متصلة ويقال ان حروفها منفصلة، هيقدر يقراها كل مؤمن حتى لو ما تعلمش القراية والكتابة. كمان هو عقيم لا يمكنه الإنجاب. طب ايه هي الفتنة اللي هيعملها المسيح الدجال لما يجي؟ المسيح الدجال هيمتلك عدد من الظواهر القوية الخارقة للطبيعة واللي هيتفتن بيها الناس الجهلة. هيقدر يوهم الناس انه بيمتلك الجنة والنار، واللي هيؤمن بيه هيدخله جنته، واللي هيكفر بيه هيدخله ناره. والرسول عليه الصلاة والسلام اخبرنا ان جنته نار وناره جنة. كمان هيأمر السماء انها تنزل المطر، وهيأمر الارض بانها تطلع النباتات والاشجار. كمان هيخلي الجماد والحيوانات تخضع له. كمان بيتميز انه سريع جدا، سرعته زي سرعة الرياح، هيقدر يطوف الكرة الأرضية في ثواني. أما أكبر فتنة هيعملها المسيح الدجال وهي قدرته على إحياء الموتى. وورد في الحديث الصحيح فيما معناه إن المسيح الدجال هيروح لراجل ويقول له: إيه رأيك لو أحييت أبوك وأمك، هتؤمن بيه؟ فالراجل هيقول له: طبعا هؤمن بيك. فالمسيح الدجال هياخد الراجل من إيده ويروح على المقابر، فينفجر القبر ويخرج منه أبيه وأمه، ويقولوا له: يا ابني إن المسيح الدجال هو ربك وآمن بيه. وفعلا هيؤمن الراجل بالمسيح الدجال إنه هو ربه، وهيبقى فرد من أفراد جيشه. لكن خدعة الدجال هنا ان المسيح الدجال استعان باتنين من الشياطين اللي تمثلوا في صورة الاب والام، اللي عملوا نفسهم صحيوا من الموت وقالوا لابنهم ان احنا ابوك وامك. طب ايه هو مكان خروج الدجال؟ هيخرج من دولة اسمها، وفي رواية تانية بتقول ان هيخرج من يهودية اصبهان. هيقدر يجوب جميع انحاء الكرة الارضية، لكنه ممنوع من دخول مكة والمدينة. مكة والمدينة متحرمين على المسيح الدجال، كل ما يحاول يدخلهم هيلاقي الملائكة واقفينله بالسيوف يمنعوه من دخول مكة والمدينة، علشان كده المؤمنين هيحتموا بمكة والمدينة. طب مين هم أتباع المسيح الدجال؟ أتباع المسيح الدجال أغلبهم من اليهود، كمان هيكثر أتباعه من العرب والنساء، وللأسف النساء أكثر المفتونين بيه. والرسول أخبرنا إن هو هيقعد في الأرض 40 يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي الأيام زي أيامنا العادية. طب نهاية المسيح الدجال هتبقى عاملة ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى هيبعت سيدنا عيسى عليه السلام، هيظهر في دمشق ويلتف حواليه عدد من المسلمين هيصلي بيهم، وبعد كده هيروحوا علشان يقابلوا المسيح الدجال. هيروح له في مكان تواجده وهو وجيشه في فلسطين عند منطقة اسمها باب اللد. المسيح الدجال اول ما يشوف سيدنا عيسى عليه السلام هيدوب زي الملح ما بيدوب في المية.
سيدنا عيسى هيروح عليه ويضربه بالحربة بتاعته فيقتله، وساعتها هيجري اليهود في كل مكان ويستخبوا ورا كل شجرة وكل حجر، وساعتها هينطق الشجر والحجر وينادي على المسلمين ويقول لهم تعالوا انا ورايا يهودي، تعالوا انا ورايا يهودي عشان تقتلوه. الا نوع من الشجر اسمه شجر الغرقد، واليهود دلوقتي بيزرعوه بكثرة في فلسطين علشان عارفين اللي هيحصل. طب نعمل ايه علشان نتعوذ من فتنة المسيح الدجال، اكبر فتنة هتقع على الارض؟ ندعي ربنا ونتعوذ من فتنة المسيح الدجال. كمان نحفظ ال10 آيات الأولى من سورة الكهف. كمان لو وجد المسيح الدجال في زماننا دوت وعصرناه، ما تحاولش أبدا ان انت تروح علشان تشوفه وتقول انا ايماني قوي وهقدر اواجهه. الرسول عليه الصلاة والسلام نبئنا اللي يعاصر فتنة المسيح الدجال يستخبى منه ويبتعد عن مكان وجوده على قد ما يقدر. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وأفادكم، وربنا يحفظنا من شر الفتن ومن شر فتنة المسيح الدجال، واشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.